حلقة النهاردة عن شوية ناس عملت من الحبة قبة. يعني احنا النهاردة هنتكلم على ناس رفعت قضايا على مطاعم وشركات أكل لأسباب ليها لازمة وساعات ملهاش لازمة. أول قضية يا جماعة هنتكلم عليها ودي لسه شغالة لحد دلوقتي. القضية دي اترفعت على فيلفيتا. شركة فيلفيتا دي شركة أمريكية بتعمل ماك اند تشيز كابس. الكابس اللي هي الانستنت اللي بيتحط عليها مية وتعمل المكرونة بالجبنة. في كل كاب بتاع الفيلفيتا ماك اند تشيز دي بيبقى مكتوب عليها ان البريب تايم او وقت التحضير 3 دقايق ونص، وده عادي جدا. ده معناها ان وقت اللي المفروض المكرونه تتحط فيه في الميكروويف 3 دقايق ونص. فجت واحده ست اسمها اماندا راميريز قالت انا اتضحك عليا، ولا عدوا احنا هنحط ميه في قد ايه، ولا عدوا هنقلب في قد ايه، ولا عدوا هخش اجيب الكب من التلاجة في قد ايه. يعني قعدت بقى ايه، عملت حوارات. طبعا ده معناها في الحقيقه ان البريب تايم مش 3 دقايق ونص ولا حاجه. رفعت على فيلفيتا قضيه ب5 مليون دولار. انا بصراحه لو منها عندها حق، الست اتغشت واحنا وقتنا ثمين. يتكتب فعلا 3 دقايق في الميكروويف، ما يتكتبش وقت التحضير 3 دقايق ونص. يا يتصرفوا بقى ويعدوا الدقايق اللي الواحد بيقلب فيها وبيحط الميه. القضيه دي يا جماعه اترفعت في امريكا. المحامين بتوعها كتبوا 15 صفحه عن ازاي الست دي وقتها ضاع. سبحان الله، كم مرة الواحد بيعمل اوردر هنا يقعد 45 دقيقة مش عارف ايه اللي بيحصل. كم مرة صحابي بيستنوني بره البيت عادي. ده انا كده ممكن يترفع عليا قضايا. ال10 دقايق بالنسبة لنا دي عمرها ما بتبقى 10 دقايق. فيعني الست عندها حق بصراحة انها ترفع القضية دي، ويا رب يا رب تاخد ال5 مليون، عشان انا لو منها هبقى عايزة اخدهم عادي جدا. تاني بقى قضية يا جماعة هنتكلم عليها هي كلاسيك. اي حد درس اعلام في ال10 سنين اللي فاتوا هم عرفوا عن القضيه دي. اللوسوت دي اتعملت على ماكدونالدز سنه 92. اي حد دلوقتي بيجيب قهوه من ماكدونالدز بتلاقوا فيه ديسكليمر مكتوب عليه كوشن كوفي از تو هوت. زمان قبل في التسعينات الكوشن دي او الكلمه دي ما كانتش محطوطه، واضطروا ان هم يحطوها بعد اللوسوت دي لما واحده ست خدت القهوه بتاعتها وحطتها ما بين رجليها وابتدت تسوق واتحرقت. جالها second degree burns، يعني اتحرقت لدرجه مش طبيعيه. فمن كتر ما كانت القهوه سخنه، الست قال لك ايه، ارفع قضيه بقى، اطلع بقى همومي على ماكدونالدز. بس هي برضو يعني ست يعني عايزه افهم، يعني ست كبيره في السن برضو 79 سنه، بس عايزه افهم هي في انهي عالم احنا بنشتري قهوه وبنفتكر انها مش سخنه. انا من امتى بشتري قهوه واقول عادي تمام يلا فريش واشربها بسرعه؟ احنا كلنا بنلسع لساننا وكلنا بيطلع عينينا. كم مره انا ممكن ارفع على حد عمل لي قهوه سخنه والست كسبتها في الاخر؟ يعني لا اله الا الله. ودلوقتي مكتوب لنا كوشن تو هوت عادي جدا. انا مش عايزه اكمل الحلقه دي خلتني اتنرفز شويه. قولي لي يا جماعه بقى، ممكن ترفعوا انتوا قضيه على مين وايه فحواها؟